كيفكم؟ اليوم رح نعمل عجينة بتزبط للكعك والمقروطة. قد ما أقولكم الطعم لذيذ وزاكي والريحة فواحة وحلوة، عن جد مش حقدر يعني أوصف الإشي. بنفس الوقت العجينة بتتميز إنها ما بدها وقت كتير، يعني بتقدروا تشتغلوا فيها إذا مستعجلين. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة قرب حلول العيد المبارك، ربنا يجعله هيك خير وبركة عليكم. ويلا نبدأ الشغل بسم الله. أول إشي حنحط 4 أكواب من الطحين. كل سنة بنشتري الكعك جاهز، بس السنة هاي حابة أعمل أجواء وجربت هاي الوصفة عن جد رائعة وحلوة. حنحط 1.5 كوب من السميد الناعم، وحاولوا تنقوا يعني الطحين يكون كويس والسميد نوعيته منيحة. وحنحط 4 معالق من السمسم مش محمص للونه أبيض. ومعلقتين كبار من السكر. ومعلقة محلب صغيرة مطحونة. ومعلقتين دقة كعك كبار. إذا مش متوفر عندكم دقة الكعك، حطوا بدالها معلقة كبيرة من اليانسون المطحون ومعلقة ونص كبيرة من الشومر المطحون. يعني يا بتحطوا يانسون وشومر، يا إما بتحطوا من دقة الكعك بنفس المقادير اللي قلت لكم إياها. هنحط معلقة قرفة كبيرة، وباكيتين فانيلا، وباكيتين بيكنج باودر. وحنحط معلقتين حليب بودرة ناشف، وبنحرك المكونات مع بعض. والآن صلوا على النبي. بدنا نجيب كوب، بدنا نعبيه من السمنة السايحة، وحنحط كوب من الزيت النباتي، احنا بنسميه سيرج بس اي نوع زيت نباتي بيمشي. وحندفيهم على النار تدفاية يعني. وبعدين حنحطهم على الطحين والسميد والمكونات اللي احنا الجافة اللي حطيناها. حنحركهم مع بعض، بدناش نعجنها زي عجينة البيتزا، بس انه ايش تتداخل المكونات مع بعض. وتخافوش الآن من القوام. الآن حندفي مية ونضل نرشرش شوية شوية على العجين لحد ما تصير العجينة تتشكل بالإيد. المهم إنه المية نتفة نتفة رشرشة. والنظام نظام بس مش عجن، بدنا نبسها بس بإيدنا. وحنجرب بالإيد، إذا تشقشقت كتير يعني تشققت كتير، يبقى لسه بدها مية. لما تصير قابلة تماما للتشكيل وبتبطل يعني تصير مشققة، بتكون هيك قوامها كويس تمام. يعني الاشي حسب ما تشوفوا بعينكم. المهم انكم لا تخلوها يابسة كتير وما تحطوا مية كتير، ولا تخلوها طرية على الآخر وترشرشوا كتير مية. الموضوع المية تدريجي هيك رشرشة، يمكن تحتاجوا 3-4 رشرشات حسب الطحين والسميد، هم هدول بيلعبوا الدور الأساسي. أهم إشي إنكم تجربوا في إيدكم، حتشوفوا إذا بتتشكل شكلوها. إذا بتتشكل كويس ومنيحة وبتقدروا تحطوا فيها العجوة، خلص تمام هيك بتكون كويسة. وبعد ما عجننا العجينة حنسكر عليها بشكل تام، يعني بدناش نفتحها لأنه لو ضلت مفتوحة رح تنشف وهيك بتخرب. لازم تضلها مسكرة لحد ما نعمل العجوة ونجهز الصواني. العجوة الآن بشوية سيرج أبو معلقة، ومعلقتين زيت زيتون، معلقة قرفة كبيرة ممسوحة، شوية حبهان يعني نص معلقة تقريبا، ورشة سمسم أو رشتين حسب الرغبة، سمسم حسب الرغبة. وممكن تستبدلوا كمان الزيت بالسمنة، يعني فيش مشكلة، زيت أو سمنة أو زيت زيتون اللي بدكم إياه. وأهم إشي نوع العجوة إنه يكون كويس، لأنه إذا كان يعني مثلا في بتكون زي المفرولة هيك العجوة، فهي ما بتزبط، بتكون يعني مش زاكية وبتغلبكم، تغلبكم حتى في التشكيل. حاولوا تجيبوا عجوة تكون هيك طرية وناعمة جدا عشان تسهل عليكم عملية الحشي جوا العجينة. وهيك صارت جاهزة للتشكيل. الآن حنشكل العجوة لدوائر، بعدها لحبات طولية.
شايفين كيف العجينة بتتشكل وحلوة. ممكن نعملها أساور كعك للعيد أو مقروطة اللي هي بسموها برضو تمرية. حنجيب كمية من العجينة ونعملها بالشكل هذا اللي انتو شايفينه، وطبعا تتحكموا بالحجم زي ما بدكم. بالنسبة للخبز من تحت يدوب يشقر يدوب يعني، ولما نيجي نحمرها من تحت يعني الوجه تاعها برضو حنخليه نتفة هيك يشقر يدوب ياخد شقار خفيف، مش رح نخليها يعني شقرة على الآخر بتصير يابسة وبتنحرق. أهم إشي إنكم تطولوا بالكم وتكونوا رايقين وإنتوا بتشتغلوا. ما تشيلوا أساور الكعك أو التمرية أو المقروطة من الصينية إلا لما تبرد، لأنه لو شلتوها وحطيتوها فوق بعض حتفتفت وتخرب لأنها سخنة. لما نستنى عليها هيك تبرد بعدين بنحطها بمطبقية وبنسكر عليها تماما علشان نحافظ عليها لأكتر وقت ممكن في العيد أو في أي مناسبة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. انتظروني بوصفة جديدة وما تبخلوا علي بالمتابعة والتعليقات الحلوة. وهيك بقولكم سلام في أمان الله.